سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم راح نشارك معاكم كيفيه تحضير طاجين الشوفلور. صدقوني البنات يجي بزاف هايل، واللي عندها وليدها ما ياكلش الشوفلور ديري الطريقه هذه واكيد راح ياكل وراح تدعي لي. نروحوا قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كما راكم تشوفوا البنات مكونات الوصفه لنهار اليوم اللي هو الشوفلور. بعد ما نقيته مليح وغسلته نديرو يطبخ في الماء مع الملح، ولا تقدري تفوريه. انا راح نطبخه في الماء. كما راكم تشوفوا البنات، هاو الشوفلور بعد ما طاب قطعته كيما هكذا، قطرته مليح وقطعته كيما هكذا. عندنا فلفل حلو وفلفل حار، عندنا الحشيش ولا الدبشه كل منطقه كيفاش يقولوا لها، عندي الزيتون مقطع، عندي الفرماج كيما راكم تشوفوا، وعندي البيض هنا 5 حبات تاع البيض درتهم هنا، درت لهم الثوم 2 سنينات نتاع الثوم، التوابل كيما راكم تشوفوا، راس الحانوت، العكري، الكمون، فلفل كحل، الكركم والملح. واش نديرو دركا البنات؟ في هذا الصحن نديرو التوابل كامل كما راكم تشوفوا. نحركوا جيدا المكونات هكذا. نديرو هذاك الشوفلور، نضيفوا الشوفلور كما هكذا. نحرك المكونات كامل مليح مليح، راح تساعدني نبغي طاحن احسن. جربوها راح تنال اعجابكم اكيد. يعني هنا عندي الفلفل الحار والفلفل الحلو، كما راكم تشوفوا. نضيف الحشيش، ونضيف هذاك الزيتون البنات، هاو ليكم الزيتون. نحرك المكونات هذو مليح كما راكم تشوفوا. ها هاي ليكم البنات. بعد ما خلطت المكونات جيدا ندير نصف الكمية فقط في البداية هكذا. ندير نصف الكمية، ندير الفرماج هكذا. نزيد الشريحة الأخرى كيما هكذا هكذا، نكمل الكمية اللي قعدت. نسوي الوجه هكذا. اللي عندها تقدر تربي فرماج من فوق تاع شيدر ولا اي نوعيه متوفره عندكم. انا راح نكتفي بهذا القدر، راح نخليه كيما هكذا. نديرو في الفور على درجه 200 درجه. قسمي هذاك البيض يشد روحو هذا مكان خاطر كلش راه طايب،
ونوري لكم كيطيب، نوري لكم النتيجه كيفاش. وهاوليكم البنات طاجين الشفلور بعد ما طاب جا الله الله. درك نقسم نوري لكم كيفاه جا من داخل. وهاوليكم طاجين الشفلور بعد ما طاب، صدقوني جا بنه. شوفوا القوام كيفاه، شوفوا كيفاه. جربوها راح تنال اعجابكم اكيد. شهيتكم في الجنه خياتي، وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.